مساء الخير مشاهدينا، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج البيوت اسرار. النهارده معانا ضيفين جداد ومعانا طرف ثالث. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، من وجهه نظري الشخصيه ومن الحقائق على ارض الواقع، ان البيت الناجح بيكون بس في الزوج والزوجه، واي طرف ثالث ما اعتقدش ان هنا البيت بيكون ناجح. عايزه افكر حضراتكم بحاجه، انه انا معايا محلل نفسي في الكنترول، وكمان بحب اعرف ضيوفي لان هم ما عندهمش خلفيه عن الموضوع ده. يعني انا هسالهم اي سؤال، واي حد من ضيوفي مش هيقول الحقيقه او هيحاول يلف ويدور. مثلا المحلل النفسي هيوقفني في الايربيس في ودني وهيقول لي انه ضيفي مش بيقول الحقيقه. خلوني ارحب بضيوفي. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا حاج. اهلا وسهلا. طبعا انا بقى هسالكم النهارده اسئله كتيره، اعرف برضو حاجات تفاصيل اكتر عن حياتكم. قولي، تعرفتوا عن بعض ازاي؟ هي بنت خالي انتوا قرايب يعني؟ قرايب. يعني مفيش قصه حب اصلا؟ لا قصة الحب جت بقى بعد كده في الخطوبة. لكن من البدايه مفيش قصه حب؟ لا، بس كان في قبول. اول مقابلة كان في قبول. اتفضل. طيب. بس هي كانت بس يعني ايه اول مقابله؟ ما هو ابن خالك. ابن خالي، بس انا ما كنتش بشوفه كتير. بس عارفاه يعني اول مقابله دي وانتوا اطفال؟ لا، مش كنتش بشوفه كتير. كنت بشوف هو ما كانش بيجي كتير. هو كان في البلد وانا كنت بشوفه كتير في المناسبات من بعيد لبعيد. عرفته بقى بعد كده في الخطوبة. وفي اول مقابلة بيحصل فيه قبول او ما فيش قبول، انما اول مقابله كان فيه قبول الحمد لله. كنت مستريحه له. وهو برضو كان طب ثواني، هو اللي يرد؟ بترد انت ليه؟ ما هو بالعافيه لازم يبقى فيه قبول يعني. افرضي يا راجل ما عندوش، هو مش قابلك، هو حر. انا اللي طلبت في الاول. هو اللي ايوه ماشي، بس أصلاً. سيبيه يقول. طيب ماشي. عندك قبول ولا لا؟ طبعا انا اللي طلبت في الاول. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. قولي لي انت بقى وافقتي على الجواز عشان قريبكم؟ طب والله هم يمكن ناسيين ولا مكسوفين يقولوا ان ربنا جعلني سبب انا جمعهم مع بعض. ازاي بقى؟ قولي لي. عشان انا عمتها. قولي لي كده بقى، قولي لي، فكريني كده، قولي لهم انك متدخله في حياتهم وانك انت ست. لا انا طبعا عشان ولادي ابن اختي وبنت اخويا، فيعني لفت نظرهم. احنا عندنا شويه، يمكن هي بتقول ان هو كان عايش في البلد واحنا هنا في القاهره. فطبعا ما كانوش بيشوفوا بعض كتير. فانا كنت شايفه ان هم يعني مناسبين. يبقى احسن ان هم يتجوزوا من بره مثلا ومناسبين لبعض ان شاء الله. بتغير عليك؟ جدا. جدا. دي يعني الغيره جدا دي حب ولا عدم ثقه فيه وفي نفسك؟ لا، ده حب وثقه فيا وفيه. يعني غيره لدرجه ايه يعني؟ لانهي مرحله من المراحل؟ ما هي في غيره تبقى ما فيهاش ثقه. كل حاجه فيها حدود. انت غيره صعبه بقى ولا عندك حدود؟ يعني احيانا واحيانا برضو. على حسب الموقف يعني. على حسب الموقف. طب وانت؟ انا ايه؟ بتحبها يعني؟ بتغير عليها؟ طبعا. جدا. طب انا شايفه يعني في حب بينكم، مفيش نعم. المحلل النفسي بيقول ان انت مش بتقول الحقيقه، لغه جسدك مش بتقول الحقيقه. طيب لو انت جات لك الفرصه انك تتجوز حد تاني، كنت هتتجوز ولا يعني عشان قريبتك فخلاص؟ لا، هي الفكره كانت مطروحه، بس طبعا ممكن الوضع المادي هو اللي يحكم دلوقتي. يعني لو تقصد لو معاك فلوس اكتر تتجوز تاني عادي؟ يعني انت مع فكره تعدد الزوجات؟ طبعا. انت ايه رايك في الكلام ده؟ لا، انا طبعا مش مع الفكره. مش مع فكره ايه؟ دي شرع ربنا. ماشي، بس برضه مش شرع ربنا، بس انا بني ادمه ومش مع الفكره. انت مش اي واحده تساليها هتقولك كده. لا مش اي واحده، ما تحكميش على اي حد. لا احكم. لا ليه تحكمي على كل الناس؟ انت مالك الاغلبيه. نعم، الاغلبيه ما بيرضوش بحاجه زي كده حتى لو احنا في 2024 ودي حاجه موجوده من زمان. لا كلامك مش مظبوط. طب يا حاجه قولي لي، انت توافقي على الكلام ده ولا لا؟ طبعا ما وافقش. طبعا ما توافقيش؟ معظم البنات ما يوافقوش والستات. لا ليه معظمهم. لا ايوه الاغلب. يعني كل حاجه في الشرع بنمشيها، ودي لازم الشرع الحته دي نمشيها طبعا. يعني دي حته بقى دينيه، كل واحد وضميره فيها. يمكن الملتزمين قوي زياده عن اللزوم بيوافقوا. تقصدي ان هو مش ملتزم يعني؟ مش قوي طبعا، نص نص. يعني انت مش ملتزم اصلا. ففعلا هي فعلا لو انت مش ملتزم هو موافق. المشكله ان هي المدام اللي مش موافقه مراته. ما هي حتى لو مش موافقه هو يعمل اللي هو عايزه. احنا يعني معلش انا اسفه، رايي كده مش مهم.
والله هو حر. يعني في الحته دي الزوج عايز حاجه هو حر. فانت لازم تطيعي زوجك هو في اللي هو عايزه، فانت هنا مش من حقك تتكلمي. ولا هو طيب حر. قول لي معلش، انا عايزه اعرف رايه اكتر. قول لي طيب، لو يعني انت تقصد لو معاك فلوس هتتجوز تاني، تمام. طب ايه مواصفات فتاة احلامك؟ تكون واحدة حلوة، وتكون انت مفتقد الحلاوه في يعني في سوري، زوجتك؟ يعني هتلاقي لا. احلى من كده ايه؟ انا مش عارفه. لا، بقى مش انت مش عارفه بقى بصراحه، الحلاوة. انت حاكمه عليه مش في كل حاجه عارفة. في رايه. كمل. مش طيب. مفتقد الحلاوة، بس يعني كل واحد بيحب يكون مثلا قدامه حاجة جميلة، يعني أكتر من حاجة، مش طب مش ايه لازم تاني حاجة غير واحدة. الجمال؟ انت يعني انا كده فهمت ان هو مفتقد الجمال، طب ايه تاني؟ بس تكون طويلة. ده انت واخد حد عكس يعني مواصفات احلامك تماما. انا دلوقتي اتاكدت ان انت متجوز عشان هي قريبتك، فهي اولى، يعني هي اولى من حد تاني، بس مش ده اللي في قلبك، صح؟ يعني ممكن. طيب خلوني اطلع لفاصل سريع وارجع اكمل مع ضيوفي تاني. طيب ماشي، بعد اذنك الكرسي. يلا تعالي يا استاذه. حاضر حاضر. ورجعت لحضراتكم مرة أخرى، ودلوقتي مع فقرتنا المفضلة. دلوقتي هنقرأ الفنجان لضيوفنا وهنعرف كل الأسرار والخبايا اللي هم احتمال يكونوا مخبينها على بعض، واحتمال تكون في أخبار خير. خليني أقدم لكم نور قارئة الفنجان. أهلا بك يا نور. اهلا يا فرح. أخبارك إيه؟ كله تمام. نور، احنا عايزين نقرأ الفنجان لضيوفنا ونعرف كل التفاصيل. تمام. كتير قوي، حاجات كتير، اسرار. اولا هو متجوز قريب جدا 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 جدا، وفي رقم 7، واليوم ده تم فيه الجواز، يا شهر 7 يا يوم 7 الشهر، يا من اسبوع يا من 7 اسابيع، في رقم 7 وحصل جواز رسمي. الجواز ده لحد كان معاه في شغل، في رحلة، في منطقة قريبة منه، بس في جواز، وده حصل قريب من 7 أسابيع أو من شهر 7. والحاجة التانية المبلغ اللي اتاخد، قال الرقم ده هيجيله، وبعدين قالك انه الرقم ده مجاش، بونص او في حاجه كده، في مبلغ كان متحاش على يعني المنطقه كده متحوش يعني، وقال لك الرقم ده مش موجود. الكلام ده حصل؟ كذب عليكي في فلوس أو خبى فلوس عليكي؟ لا، هي ما بتعرفش انه كذب عليها، بس هو قال لها الرقم ده هيجي، وقال لك بعدين لا الرقم ده مش جاي. حصل؟ لا. الكلام ده ما حصلش؟ حصل يا أستاذ؟ لا، هي قالت لا. لا، ماليش علاقه بكلامها، انا ليا علاقه بالسؤال. لا، هي ما حصل ولا بتقولش حصلش؟ الحقيقه. حتى انا المحلل النفسي بيقول لي انها ما بتقولش الحقيقه على فكره. الكلام ده حصل؟ حصل من فترة. طب وليه ما بتقوليش الحقيقه؟ ممكن اكون مش فاكره، بس ممكن يكون حصل. طب افتكري كده ايه اللي حصل، عشان كده انت بتكدبيني على الهوا وبتضريني. لا، تقريبا فاكره حاجه زي كده، بس وقال لي كان عليه مبلغ وسده. لا، هو ما صدوش، هو استخدمه للجواز. الف مبروك. مش فارق معاكي؟ لا، هيفرق معايا بعد كده، مش على الهوا. انت متفاجئ صح؟ اه. هدوءك ده غريب قوي. انت قربته؟ انا بنت خاله. ما بيحبكيش. بس الكلام ده انا ما صدقوش، براحتك. ولا صدقوا نتجوز برضه. انا واثقه فيه ثقه عمياء، وانا واثقه من كلامي. واضح من خلال الهاله اللي حواليكي. لا، ده عادي. انت هتصفي الحساب بعد ما تمشي من هنا. عينيكي كلها باينه، عينيكي وصوتك وايدك وتصرفاتك وكل حاجه باينه انك مصدقه الكلام، بس عشان احنا على الهوا فانت مش عايزه تقولي انك مصدقه. في فرح رحت عليه قريب صح؟ فرح وبعدين؟ انا بسألك مش بتسأليني. اكيد. رحت الفرح ده؟ مش قريب قوي يعني. رحتي فرح؟ اه. وحصل فيه كلام؟ كلام زي ايه؟
انا بسأل حضرتك، حصل فيه كلام ما عجبكيش بعد الفرح؟ حصلش. طيب يوم الفرح ده هو كان بيعمل حاجة ليها علاقة بحاجة من قرايبك، في حد من قرايبك؟ بس الكلام ده هيعمل لنا مشاكل. ملوش علاقه بالمشاكل، احنا استاذنا حضرتك قبل ما نفتح الفنجان يو- وحضرتك وافقت. يوم الفرح ده هو كان بمشوار، هو عارف المشوار ده، انا مش عايزة افسر كتير بس مش عايزة حضرتك الثبات ده اللي هو انا عارفة بقول ايه كويس جدا، انا خبرة بده 20 سنة. انا عايزة اقول حاجة يا فرح، الهالة بتاعته في حد هنا موجود، هيام موجودة هنا وهي بتعرفه، في حاجة بينهم. في حد موجود هنا يعني؟ في حد المساحة دي، المبنى ده في علاقة مع حد هنا هو بيعرفها. ممكن زوجته؟ لا، هيام هو اللي بيعرفها اشمعنى الاسم حضرتك؟ ده؟ موجودة. يا جماعه احنا معانا حد في الكنترول اسمه هيام. مين؟ الا انت غلبانة جدا على فكرة. قطعت قهوه. في حد اسمه هيام، هو على علاقة بيها وقدر تعرفوا؟ فيه. طيب خلاص. طيب سادة المشاهدين، هطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم مره اخرى. شكرا حبيبتي. سمعت الحلقة في الكنترول بره. انت ايه اللي جابك هنا؟ أنا معرفوش. كنت نفسي اصلا. انت ايه اللي جابك هنا؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ انا جاي الدعوة هنا في البرنامج. هي دي مراتك؟ اه والأستاذة؟ لا دي خالتي. طب ما تعرفنيش إزاي؟ ما تعرفها عليا، إيه رأيك؟ تعرفها عليا دلوقتي. اعرف عليك ازاي؟ تعرفني عليها. انت سبت الدنيا كلها وجاي هنا النهارده؟ أنا اللي سبت الدنيا كلها وجاية هنا؟ إيه ده؟ شكلك متغيرش خالص عن زمان نهائي. أنا اتفاجئت أول ما شفتك. انا لو حظي اسوأ بني ادم في العالم مش هقابلك النهارده. أسوأ بني آدم في العالم؟ يعني حظك وحش إن أنت شفتني النهارده. يعني مش أنا حظي أوحش بكتير مش أكيد في إن الوقت أنا ده شفتك. يعني. اكيد حظي أيوة. يعني انت لو كنت شفتني في وقت تاني مراتك مش موجوده معاك كان هيبقى احلى. ايوه ماشي الوضع يختلف، انما دلوقتي يعني الوضع الوضع مش يختلف مناسب. يعني انت لو كنت شفتني من غير مراتك الوضع كان ايوه هيبقى الوقت الطف. مش مناسب طبعا. في الوقت مش مناسب عشان مراتك معاك. ايوه لان وجودك ما تقول يعمل لها أنا مشكله. مين؟ ما تقول لها انا مين ايوه ماشي، ما هي شافت صورتك قبل كده. بجد؟ ايوه صورتك كانت معايا وهي يعني شافتك. هي عارفاني يعني. وتقولي لي انت مين؟ ما قولي لي تسألي. بقالكم كام سنه ما عارفين بعض؟ لا، اقول لك انا أعرفه بقالكم من كام سنه؟ زمان قوي. ممكن انت تساليه. ممكن تساليه، عارفاه من زمان جدا يعني. شكله ما اتغيرش خالص. أنا اتفاجئت اصلا لما دخلت شفتك. ايه ده؟ كام سنه بقى؟ لا بقالنا كتير. ايوه كام سنه؟ اكتر من 6 سنين. لا طبعا 6 سنين قليل. لا 6. بقالنا 6. ما تضحكيش بجد. انا اتضحك عليا قبليكي وكنت بضحك وبقول استحاله ومش عارفه ايه، وادي حالي دلوقتي هو قاعد جنبك اهو متجوزك وان شاء الله تتحطي في نفس الموقف اللي انا محطوطه فيه ان دلوقتي. شاء الله مش هتحط في الموقف هتتحطي ده. هتتحطي. ان شاء الله مش هتحط كان عندي فيه. الثقه التامه ان انا عمري ما هتحط في موقف زي ده. كان عندي الثقه التامه فيه، بس اتحطيت للاسف. للاسف الشديد. مش هتحط مكانك اصلا. لا لا والله اكيد كنت... انت عملتي حاجه غلط ربنا عاقبك بيها كده. لا صدقيني. انا ما عملتش حاجه غلط الحمد لله. صدقيني لا مش ما الموضوع مصدقش. ملهوش علاقه بان انا عملت حاجه غلط وعملت حاجه صح. ملهاش علاقه. لا، ممكن ليه؟ تبقى في ناس ليه علاقة. مؤذيه. ليه هيام علاقة. ايه؟ ثانيه بجد والله. هي ثانيه واحده بس انا بتكلم. ثانيه واحده لا بتكلم. خليها تتكلم براحتها ثانية. عادي. ما خلاص، تقوليش خلاص، مش ان وقت، مش وقت. عشان البني ادم بيتحط في مواقف صعبه فهو السبب في ان هو يتحط في المواقف. لا في بيبقى ناس الأغلب مؤذيه الوقت زي هو الاخ اللي السبب. قاعد جنبي كده زي استاذ محمد. خلاص مش وقته. هو مؤذية ربنا مؤذي موجود. بطبعه خلاص، فعادي خلاص. ممكن يأذي اي حد. على العموم انا خلاص، مش مستنياك وقت. بره. مش على وقت. العموم لا هو ثانيه واحده بس. على العموم انا مستنياك بره. نصفي الحساب. مش وقته خلاص. لا هو وقته. هو النهارده وقته.
النهارده وقته خلاص كده. خلاص مش وقت. لا والله النهارده وقت تصفيه الحساب ما طب بيني وما لما بينك. نخلص خلاص. لا ثانيه بس ثانيه انا خارجه. البرنامج يلا. ما يبوظ البرنامج ما يبوظ. اتفضل. انا مستنياك بره بقى عشان نصفي الحساب قدام خلاص. المدام. خلاص. انت كمان بتقول خلاص؟ لا بجد والله انت عندك الجرأة ان انت تقعد وتقول لي خلاص؟ مش وقت. لا وقته. لا هكلمك هو- هكلمك بعد البرنامج. هتكلمني؟ هتكلمها بعد اتفضلي. البرنامج. اللي بيقول لك ما يعرفنيش. تكلم مين اصلا؟ مش خلاص. هتكلم. لا هيكلمني. مش هيكلمك. هتشوف. مش هيكلم. لا هتشوف. انا مستنياكم انتوا الاثنين بره عشان ماشي نتكلم اوكي. احنا الاثنين. اوكي استني بره عادي. ما لا مستنياكم. ماشي استني بره ماشي. مستنياكم انتوا اوكي. الاثنين. خلاص يا ماشي. خلاص يا لا ما تقوليش خلاص. واحده زي دي مش تقول لها خلاص. انا ما تقوليش خلاص. خلاص. واحده زي دي والاشكال دي تقول لها خلاص او تخرسها، انما انا ما تقوليش خلاص. مش عارف انا سابت الدنيا كلها وجاي هنا النهارده مش عارف ايه. بتقول لك انت اللي جيت، يعني انت عارف مكانها وجيت، بس احنا لينا بيت نتكلم فيه انا وانت لوحدنا. ما تهدي بتحط الكلام يا حاج. نفسك في مش عارفه أقول ايه لك اللي انت هدي الدنيا عملته شوية، ده. انت قاعده معانا ايه؟ مش عارفه انت ليه عملت كده. انت حر في نفسك. ايوه هو حر في نفسه وهو هيشوف ايه اللي هيحصل له بعد اللي عمله. اهدي بس وربنا مش يعمل واحده الخير اصلا ان زي شاء دي الله. تهزني اصلا. مين ربنا دي يهدي اصلا؟ الحال. ولا شكل ولا منظر ولا اي خلاص بقى، حاجه. ملناش علاقة لا بيه. مش خلاص. ايه اللي مش خلاص؟ ايه اللي خلاص؟ ملناش علاقه بيها خلاص. لا مين دي اصلا؟ ولا تهزني. ما تجيش فيا اي حاجه اصلا. ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وطبعا أنا بتأسف على حلقة النهاردة. تفاصيلها كانت صعبة عليا أنا كمان، صعبة على الكرو، وصعبة على ضيوفي. بتأسف لكم جدا على حلقة النهاردة، ولكن ادعوا لي بالتوفيق في حلقة أخرى إن شاء الله. أشوفكم في يوم جديد مع ضيوف تكون الحلقة أسهل وسلسة أكتر إن شاء الله. خير في ايه ده؟ في ايه؟ يعني العمل خلاص بسبب واحد زي ده. أنت طب متأكد؟ اعرفوا الموضوع الاول وبعد كده اتكلموا. يعني انتوا خربتوا بيتي وجايين تتكلموا؟ ما تقوم هي خير. اطلعي بره. اطلعي بره. اطلعي بره. اطلعي بره. طب اطلعي بره. هو يا فرح بجد. انت يا انسه ولا مدام انت عايزه راعي برضو شعور مراته يعني برضه. انت تراعي شعور يعني يا انت مش مدام. بتراعي شعورها لا وما ما تراعيش يصحش. شعوري طب انا. بتزعقي يعني ليه؟ هو ظالم وكذاب بتزعقي وخاين وفي ليه؟ الاخر هو انا قال تقولي لك- لي راعي شعورها. قال راعي لك شعورها ليه؟ هكلمك، كان بكلميه وقبليه بره مراته كلمه برضه. قبله. لا ما انا هصفي يصحش. حسابي معاكي النهارده. ما اطلعي هي بره. خلصت. اطلعي بره. أنا هصفي مش معاك. هتكلم معاكي. ايه؟ مش هتكلم انت معاكي. الطول اطلعي اصلا بره. تتكلم معايا. مش عايز انت اتكلم. الطول. مش هتكلم معاكي. انت الطول. جماعه اللي بيحصل مش هتكلم معاكي لا خلاص. هي مش نازله. لو سمحت اطلعي لا بره. لا مش هطلع. انا مش طالعه. لا عيني. اندهلي الامن من فضلك، اندهلي الامن. انت قولي الامن. اندهلي الامن اللي بيحصل ده مهزله. لا مش هطلع. انا كويس انا قفلت الهوا لا مش هطلع. انا عايزاه بقى يتكلم قدام الناس كلها. الموضوع انتهى من خلاص من فتره متجوزها؟ كبيره. هو انت الموضوع متجوزها؟ انتهى خلاص. الموضوع انتهى وانا خلصت الكلام كله مع خالد. يعني انا انا خلصت الكلام كله مع هو خالد. خلاص الكلام انت بتعملي كده ليه؟ هو انت سمعتي مني؟ انت سمعتي منه؟ اسمع منك انت ما مجنونه. اسمعوا. انت سمعتي منه بيقول لك خلص الموضوع مع خالد. طب ما تسمعي مني. ما تسمعي مني. اتفضلي اتكلمي، اتفضلي. لا يلا اطلع بره بقى خليها. بس اتكلمي بهدوء لا، وبأدب لا، واحترمي مش الناس اللي هتكلم. قاعده. لا مش هتكلم بهدوء اندهلي يا الامن، فرح. اندهلي الامن. لا. انا بقول لك اندهلي الامن. لا. انا هنا اللي مسؤوله عن البرنامج وبقول لك اندهلي الامن. انا مش خارجه. لا المفروض تحطي نفسك مكان مدام برضه، ما يصحش. ما يصحش. خلاص. يعني احنا اللي قابلناكي اسمعي الست الكبيره بالصدفه واحترمي وما الناس الكبيرة وهي نعرفكيش. احترمي وما الناس الكبيره وهي نعرفكيش. بتتكلم. نفسك مكاني. خلاص حطي خلاص نفسك مكاني. هيام. خلاص. حضرتك يعني قولي حطي يا نفسك استاذه، قولي مكاني. يا استاذه وسيلة. صفي الحاجات دي بينك وما بينه بعيد عننا كده. تمام. احنا ذنبنا ايه؟ هو واللي هو ظلمني وخاني وكذب عليا ما وكل خدي الكلام حقك ده. هو ما كانش منه. قال لك انه انا متجوز؟ قلت لا، لك لا، 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 انا اتفاجئت. انا قلت لك ما تاخديش حقيقي حقك. انا اتفاجئت. بس ذنبها ايه المدام يعني؟ وانا ذنبي ايه؟ انت ما كنتش قايلها انك متجوز؟ يلا نمشي. يلا قومي نمشي. قومي يلا. يلا. انت ما كنتش قايلها ان انت متجوز؟ لا خلاص الموضوع انتهى. مش ملهاش خلاص انها عشان دي تعرف. بنت برضه بنت ملهاش ناس. انها انت ما كنتش قايلها تعرف. انك لا متجوز؟ ملهاش انها تعرف. يعني ايه ملهاش انا راجل اتجوز. انا راجل اتجوز زمان، عايز اتجوز 4. هي ملهاش تعرف. طب
حول ولا يلا. قوه الا بالله العلي العظيم. مقاسفين يا جماعه والله. يلا خلاص كده، ما قاعده ليه؟ بجد انا بحمد ربنا ان الفضيحه دي ما حصلتش على الهوا. ينفع كده يعني؟ لا، يلا، ينفع يلا، يلا. كده؟ هو انت يلا قومي، اقوم اعمل ايه؟ يلا قومي نمشي. يا استاذ ما ده دخلت هللت هنا خلاص، هو ما فيش امن، ما فيش حد جه. اقعد يا استاذ. اقعد. الحمد لله ان الكلام ده مش على الهوا. ليه يا ابني الحمد كده؟ لله. ليه كده يعني؟ بجد بجد لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص احنا خرجناها. ودلوقتي هقفل حلقتي مع حضراتكم، ولكن مش هقفلها بالبيوت اسرار، هقفلها ببرنامج حماتي وزوجتي. حماتي وزوجتي هو مقلب الزوج عامله في الزوجه. طبعا لا في قارئة فنجان ولا احنا بنصدق في الكلام ده خالص، وكل التفاصيل اللي احنا عرفناها عن الزوج احنا عرفنا التفاصيل منه، خدناه قبل الحلقه. ولا في هيام دي بنت ممثله معانا هنا في القناه، مفيش اي حاجه خالص. وانا بشكر حضرتك على عقلك، واتمنى ان كل الحموات وكل الامهات يكونوا بيعقلوا اولادهم ويعتبروهم فعلا اولادهم الحقيقيين. استاذ لله. محمد موافق ان احنا نذيع الحلقه؟ تمام. استاذه اتفضل. ياسمين موافقه نذيع ايوه انا الحلقه؟ موافقه. لا البرنامج جميل. موافقه اي حاجه نذيع الحلقه؟ طبعا تمام. طبعا موافقة. اشوفكم في حلقه جديده.